برامج مغربية هي صدى للشرق، ولكن لم يتوفقوا مطلقا تحدثوا في هذا الموضوع. هنالك شخصية مهرجة خلقت نموذج كبور بناني سمرش. هل الفاس يسمونه كبور وجميعة ورحو وعبو وعبابو وبيضار؟ الفاس يسمونا عز العرب. الفاس مو الواحد يسمونا عز العرب. على الفاسي مولاي مصطفى عبد الصادق اسماء جميله تحمل معاني نبيله. هذا الشخص خلق منذ 10 ليضحك بني جلدته كبور سميرس بناني. سميرس بناني كان هذا الشخص جميل وانيق ومتعلم ومثقف، كان يدير دزام في التسعينات. سميرس بناني لا ادري هذا الشخص الذي خلق كبور هل له اون دون كونتر سميرس بناني واخذ يهرج ويضحك. لماذا يا صاحب كبور بناني سميرس لا تخلق شخصيه بربريه امازيغيه وتعطيها اسم امازيغي وتحوم في فولكلورهم وتكشف عن خباياهم واشياء كي تضحك الجمهور الامازيغي وهو الغالبيه السكانيه؟ اخترت سميرس بناني كي تضحك المغاربة أو مليون. لا تكوين لهم لا يوجد كبور فاسي. بحث بين أهل بيضار وحمو وزيطو وأسماء ولا تقرب من العائلات الكبرى كي تضربها في العرب وكي تضربها في الأندلسيين. أنا أب عربي وأمي من الأندلس وأنا كاتب عربي. أرفض رفضا أن يتطفل كل وأن يلصق الأدماج كي يضحك المغفلين التافهين يغارون من العائلات الكبرى. راجعوا تاريخ المغرب. تاريخ المغرب الوطني الأدبي والثقافي والسياسي بناه اصلا الموريسكيون في تطوان. راجعوا كتب تاريخ. الموريسكيون حفدته، المغاربه العرب حفدته. الاندلسيين هم الذين دشنوا حركه الطباعه والكتابه الصحفيه والنشاط السياسي والحزبي وحتى المقاومه من تطاون الى فاس. اين هي حاحاو وامزمير؟ لا وجود لها في التاريخ. مؤسسو الوعي والحركة الوطنية والأدبية والصحفية الإعلامية هم حفدة الأندلس.